ازيكم يا حبايب مروفان؟ عاملين ايه؟ لسه جايين من الدرس حالا، قصر رسمي نظمي انا ومروفان الصغنن. بتغير دلوقتي. طب ايه خير يا مروفان؟ حالا هنعمل الترمس والحمص مع بعض يا جماعه. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلد مع مروفان، كل جديد في جديد مع مروفان. خليك يا المهم كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. كل سنه وامه المسلمين يا جماعه بخير. هنعمل تكات وحركات الترمس والحمص، حاجه كده فخر من الاخر للمبتدئين اللي عايزه تفاجئ جوزها وتقول له انا عملت لك ترمس وحمص بدل ما تجيبه جاهز غالي. هو مش غالي ولا حاجه، الحاجه كلها نزلت. تعالوا بس عشان انا هلوك كتير معاكم. تعالوا بقى نلوك بقى في المطبخ ونوريكم نعمل الترمس بتكات وحركات المروفان بطريقه سهله وبسيطه وحاجه كده فخر من الاخر. بحبكم. تعالوا معايا. اهي بقى يا جماعه جبنا الكيلو الترمس اهو. كيلو بكام يا جماعه؟ كيلو ب50. ده المر. لا الحاجه نزلت والله الحاجه نزلت. بص ده كيلو اهي يا جماعه. نشوفه كده ونقوم ايه. طبعا احنا ما بنعملهوش بنغليه على طول عشان ما ياخدش تاني. بعمل ايه؟ استنى بس انا بقى الغفان اللي بتصورني حكم الاول على الضعيف. طبعا ايه يا جماعه؟ طبعا ده بيتنقع اللي بالليل بعد كده بتستوي. ده مر يا جماعه، مش اللي هو الحلو، مش الترمس الحلو. ماشي. ده كيلو اهي يا جماعه. وجايبه كمان ايه كمان؟ هنا بتتاكل. جايبه نص حمص. لا انا مش عارفه الحمص بكام، بس انا قلت من العطار حاجات كتير. فالحمص طبعا الحمص بيتغلى على طول، بس انا برضك بنقعه عشان ما ياخدش سوا. انا بقى لا الترمس والترمس اصلا نضيف. ايه خلصنا كده. نعمل الحمص بقى. ده الحمص اهو يا جماعه. الحمص طبعا ما بصوا يا جماعه، هتقولي لي انت جايبه الترمس متاخر ليه يا مروان مش هيلحق يتعمل؟ لا يا جماعه انا بيعمل عندي في 4 ايام. هتقولي لي ازاي يا مروان؟ الست المصريه على طول الوقت في المطبخ. كل ما ادخل المطبخ هيغيره، ممكن اغيره يجي 15 مره. طول ما انت بتغيري ميته ممكن يقعد معاكي 3 4 ايام. وهنا بقى الحمص طبعا يا دوبك اول ما بيتسلق بيتاكل. لكن ايه؟ طب ما تجيبها حلوه على طول يا مروان. لا يا جماعه الترمس المر قطعه. اللي لسه جايبه الترمس حالا يا جماعه اعملوا زي المروفان. بقعد 4 ايام 3 4 ايام وبيبقى جميل. ليه؟ لان بغير ميته كتير في اليوم. خليكم بقى معايا كده. هننقعه ونرجع لكم. خلصنا الترمس اهو يا جماعه. بصوا حاجه كده فاخر من الاخر. هوايتكم هو انا قلت لك تعالي وريم الترمس. لا والله بصوا يا جماعه تحفه تحفه تحفه. طبعا انا خلصت قبل الفطار ووطيت عليه الميه كده تحت الحوض لحد ما فطرنا. هات ادوق. بيت رفان انا في الترمسيه اللي انا خدتها. خدي يا رفان. هو لسه مر بس مش مر قوي يا جماعه. طبعا هتقولي انت عاملاها متاخر ليه؟ لا 3 ايام يا جماعه، مع انه مر 3 ايام هتلاقيه خلص، لان انا بغير الميه يمكن 10 20 مره في اليوم. فده نهايه الترمس يا جماعه. والحمص انا حطيته في الثلاجه بصراحه. بس هو طبيعه الترمس يا جماعه الحمص اول ما بيتسلق خلاص بيتاكل، لان الحمص مش زي الترمس. لكن الترمس المر اطعم من الحلو. ده حاجه ترجع لكم انتوا. عايزين تجيبوا الترمس الحلو ده حاجه ترجع لكم. بس ده المر يا جماعه بيبقى اطعم الصراحه. فلو عجبكم الفيديو وعجبكم طريقتي في الترمس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلد مع مروان، كل جديد في جديد مع مروان. شفت شكله تحفه ازاي؟ انا هسالك سؤال يا رفان، انت ليه مش واقفه ناحيه الرينج لايت؟ بعد ثانيه الاضاءه تبقى غامقه. لا حلو. رفان دي بتذلني لحد ما هي بتصورني. فده نهايه الفيديو يا جماعه. بحبكم.